كنت بسمع دلوقتي لقاء الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي. عجبتني الجملة قوي. بيقولك لو انت جبت ليمونة، كان بيشرح يعني ان هو بيحكي لو انت جبت ليمونة وعصرتها اكيد هتطلع عصير ليمون، عمرها ما هتطلع عصير بطيخ، ولا هتطلع عصير تفاح. اكيد هتطلع عصير ليمون. نفس القصة الشخص اللي انت بتتعامل معاه لما بتيجي الظروف وتتحط في ظروف صعبة او تتحط في مشكلة او تتحط في خناقة، وتلاقيه بقى ندل، بقى جبان، ما بقاش عنده رحمة، ما عندوش تسامح. بغض النظر عن كان اللي بيقوله، وبغض النظر عن اللي بيوهمه للناس، وقت الضغط او وقت المشكلة العصرة اللي حصلت طلعت اللي جواه. اللي انت شايفه منه ده مش معناه ان انت تستحقه، ده معناه ان ده اصله، معناه ان هو ده الشخص ده كده اصلا. بس ربنا كشف. فما توجعش قلبك، هو ازاي قدر يعمل فيا كده، وانا ازاي يتعمل فيا كده، وانا ازاي يتقل مني كده. لا، مش انت اللي اتقل منك، هو ده اصله، ده عصيره، ده دي تربيته. زعلان ليه؟ ربنا كشفهولك بس.